Who is that? Is that my mama? Ma, come here, Ma. Mama, come here. Ma, come here now. My mama don't love me, bro. She loves you. Say that. Mama, you don't even love me, girl, bro. بقالي مده بتفرج على سبيد وبدا يجيلي فيديوهات كتير جدا ليه. الولد فعلا لذيذ وفيديوهاته ممتعه جدا وبيقدم تجارب عمرك ما تشوفها في قناه تانية، والتجارب دي بتكون لايف اصلا، يعني تقريبا بتشوف كل تفاصيل حياته، جنونه، هبله، تحدياته، حتى تفاصيل عائلته. ولكن السؤال الوحيد اللي كان بيجي في ذهني دايما هو ليه سبيد امه بتكرهه؟ Why you really don't fucking love me? That's fucking crazy. Mama, that's fucking crazy. How much you don't love me, Ma? It's crazy. الكره كلمه قويه جدا، سبيد نفسه اعترف بقوه الكلمه ومعناها. You should never hate anybody. Never. واللي يثبت لك اكتر ان سبيد من الناس اللي تعرف مدى قوه الكلمه دي هو لما كان مع اخوه في احد التجارب. هنا سبيد فضل يكلمه ويفهمه انه لازم يعتمد على نفسه وانه بيحاول يعلمه شيء هيفيده في حياته، لكن جمال ما تقبلش كلامه وخده على نفسيته، خصوصا ان سبيد بينصحه وبيعنفه في بث مباشر. I'm just trying to teach you a life lesson. Of what? And you getting mad? What, dude? اي حد هيزعل من شيء زي دون، انا نفسي هزعل لو حد عمل معايا كده في بث مباشر، فطبيعي ان الشيء دون خلى جمال يقول لسبيد برو انا بكرهك كده بكل بساطه. I hate you, bro. عشان سبيد هنا يوقف كلامه على طول ويعمل حاجه واحده بس، خده بالعاطفه، يعني امتص غضبه، لان كلمه بكرهك لوحدها نابعه من غضب، اكيد جمال مش بيكرهه، ده اخوه يعني، وسبيد كان عارف ده كويس ان جمال مش هيقول له بكرهك عشان بيكرهه، بل لانه غاضب منه. وهنا سبيد قال له تشيل، اهدى خالص مفيش حاجه، وامتص غضبه. Just chill out, bro. فده يفهمك قد ايه ان الراجل دون فاهم مدى قوه الكلمه وبيتاثر بيها. يا اخي ده انت ممكن تكون اصلا فاكره بيكره ميسي بسبب طبعا افعاله او كلامه عنه، بس خليني اقول لك انه ما بيكرهش ميسي اصلا، بالعكس. Like, chat, I don't even hate Messi. الراجل عارف كويس الكلمه قاتله قد ايه، كلمه بتوجع المكروه جدا وبتحسسه بالنقص، بتحسسه انه منبوذ من العالم كله، فتخيل لما يحس انه مكروه بس من امه، اكيد هيتوجع جدا لانه اكتر شخص عارف مدى قوه الكره. كميه الاعمال الخيريه اللي بيعملها سبيد سواء بالخفه او بالعلن حببت فيه ناس كتير جدا، والناس دول مش بس الفانز بتوعه، دول حتى من المشاهير، لان سبيد روحه حلوه وبيعمل الاعمال الخيريه مش عشان الترند، هو اصلا مش محتاج ترند، فالناس دايما شايفينه شخص نقي وبتحبه عشان قلبه الابيض، فالراجل يتحب فعلا بسبب مشاعره النبيله مع الناس، خصوصا لو محتاجين. فازاي شخص زي دون كل الناس بتحبه وامه لا؟ ازاي كل المشاهير بيتمنوا يكلموه وامه لا؟ Yeah, of course, bro. You grease chat. هنا هتوقفني وتقول لي هو صحيح امه بتكرهه؟ ولو ايوه فبتكرهه ليه؟ ايه اللي الناس شافته بتخليهم يعتقدوا ان امه بتكرهه؟ ايه اللي حصل عشان الكل يفكر بالشكل دون؟ هقول لك ان في فيديوهات كتير جدا بتظهر لسبيد على السوشيال ميديا وهو عمال يقول لامه ردي عليا، انت فوق انا سامع صوتك، ردي عليا، انت بتكرهيني ليه؟ فعشان كده الناس فكرت ان والده سبيد بتكرهه، ولكن بالفيديو ده بالذات تحس ان سبيد ما كانش في وعيه وكانه سكران، وكان بالفيديو عمال ينده على امه وفاكر انها بالطابق العلوي وهي اصلا مش فوق ولا في المنزل، وكان عمال يقول ان انا سامع صوتك، انت فوق فعلا، يعني كان مش في حالته. Mama, I miss you. Just talk to me, Ma. وده يجيبنا للسبب اللي خلى الناس تكبر الموضوع وتقول ان امه بتكرهه. طبعا اصحاب المونتاج واللقطات اخدوا لقطه سبيد وهو بينده على امه بيقول كلام هو نفسه مش مدرك بيه، وحطوه مع فيديو حصوله على جائزه افضل ستريمر، وقالوا ان الدعم الوحيد في حياه سبيد كلها كان هو والده مش امه، والناس من هنا ربطت كلام سبيد والفيديو المنتشر ليه وهو بيكلم امه على انه والدته بتكرهه، لا بل حتى مش بتدعمه في مشواره. في شيء كمان حصل خلى الناس تفتكر ان امه فعلا بتكرهه، وهي معاملتها السيئه معاه. زمان في بدايات سبيد بدا بالستريم وكان كل ما يوصل 100 كي سبسكرايبر كان بيعمل قلبان، وده الشيء اللي حبب فيه الملايين، طريقته والجنون بتاعه وصريخه، يا اخي شخص متخلف ومختلف في نفس الوقت. فمن ضمن الاحتفالات بتاعته كان بيحتفل بال 600 كي سبسكرايبر، ويعتبر ده وقتها كان اكتر احتفال محرج لسبيد في حياته كلها، وده لانه كان عمال يصرخ ويزعق وفجاه باب الغرفه بتاعته اتفتح عليه. هنا سبيد سكت شويه وقام قاعد على الكرسي وهو ساكت، وكانه عارف ان حد من العائله دخل عشان يحرجه، بس حد عنيف معاه، وراجل فاتح ستريم ما ينفعش اي حاجه تتقال وخلاص. طبعا هنا قاعد على الكرسي من سكات وبان عليه الاحراج لانه خايف من رده فعل اللي دخل واللي اتضح انها والدته، وهنا فضل باصص لها وساكت، ولكن فجاه قال للستريم تعرفوا انا بحبكم جدا، انا بجد نفسي اصرخ بشده من الفرحه، انتم اكيد حاسين بيا دلوقتي، في اشاره منه انه عاوز يقول لهم انا مش واخد حريتي هنا، انا هنا مكبوت طير في قفص، والدتي قابته حريتي، ولكن فجاه قال بس تعرفوا لا 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 مفيش شيء هيوقفني، وبدا يصرخ وهو فرحان ويقول 600000 600000، وكان باصص لامه. تحس سبيد كان فاكر والدته هتفرح معاه وتعدي له المره دي عشان بس هو فرحان، حس انه وصل لشيء كبير، 600000 وقتها مش شيء صغير، وكان صعب جدا 600000 حد بيحبك، وكان فاكر امه هتعيش مع اللحظه دي وتفرح له، لكن اكتشف ان ردها كان وحش قوي.
Mom, I don't give a fuck. all right, okay, all right. I don't give a fuck. All right. I'm gonna be on the recording. Okay, all right. هنا امه قالت له يقفل اللي بيعمله دون، وانها مش مهتميه اصلا هو وصل لايه، مش مهتميه اصلا ولا للستريم ولا لغيره. قال لها حاضر، وبدا يمتص غضبها لانه اي كلمه محسوبه عليه وعلى شكله، وبدا يقفل الستريم وهو مكسور. وهنا قالت له امه انت فعلا انسان محرج، بتهينه يعني. هنا بدا يقول للمتابعين للاسف فعلا الموضوع محرج جدا، وشكر الناس وقفل الستريم. وده يعتبر اشهر فيديو الناس شيرته وعملت عليه مونتاج كتير جدا. والستريم دون اثبت للناس اكتر ان والدته بتكرهه فعلا، وفي اكتر من كده لان والدته ليها مواقف كتير جدا في احراجه على البث. انت اكيد دلوقتي اتاكدت انها بتكرهه فعلا، صح؟ هتقول لي طبعا الناس معاها حق تعتقد انها بتكرهه، الموضوع واضح جدا، امه فعلا بتكرهه، وكمان مش بتدعمه ولا بتقف جنبه، وكسفته قدام جمهوره اكتر من مره، ودايما ابوه هو اللي وراه وسنده. لكن هي لا. هنا بقى هقول لك لا، ام سبيد مش بتكرهه، بل الناس هي اللي هولت المواضيع، وكله بسبب اصحاب اللقطه والمونتاج. اصحاب اللقطه فهموك كده بس، لكن والدته بتحبه جدا، ومفيش ام بتكره ولدها اصلا. هو نفسه قالها في احد الحوارات. سبيد في يوم كان قاعد في بودكاست مع اللاعب السابق شانون شارب، وقال له حاجات كتير جدا عن عائلته، زي مثلا شانون ساله عن الدعم اللي تلقاه من عائلته في بدايته، وقال لسبيد انا عارف على فكره ان انت جبت لوالدتك بيت كبير جدا، في تلميح يعني من شانون لعلاقته بامه وانها كانت اجريسيف معاه، فازاي جبت لها بيت؟ ازاي وهي كانت وحشه معاك؟ وازاي اصلا دعم العائله بتاعتك كان مفيد ليك في البدايه؟ فالراجل زي ما تقول عايز يساله عن وضع امه او معاملتها معاه. You bought your mom a house. So how having a family that supports you, how instrumental was that in your success? هنا سبيد فهمه على طول ورد عليه برد عبقري. سبيد قال له بالبدايه ما لقيتش دعم نهائي، ولكن امي دايما كانت بتدعمني. سبيد قصده ان امه بتدعمه في الحياه يا جماعه، مش في مسيرته باليوتيوب، لان سبيد كمل كلامه وقال له امي فقط ما كانتش فاهمه الامر، بالظبط زي والد حسن يا جماعه، ما هو برده ما كانش فاهم بالبدايه وكان رافض الطريق اللي ماشي فيه ابنه، ولكن شوفوا الان حسن فين، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. فده مش كره، ده اكبر دعم من الاباء لاولادهم، انهم يخافوا على مستقبلهم لو ماشيين في طريق غلط. هي مش فاهمه ايه اللي هو بيعمله بس، ولا فاهمه هيجني من وراء ايه، زي بالظبط والده مستر بيست. لو تحبوا نحكي قصته هو كمان عرفوني بالكومنتس. At first I didn't really have support, but my mom always supported me. She just didn't understand it. You know? سبيد كمل كلامه لشانون وقال له انا بحب فعلا امي، وهي فعلا لحد دلوقتي بتدعمني، ولكن ابي والدي ده في حته تانية خالص، لانه دايما كان بيدعمني في كل شيء، اللي هو مثلا ابوه قال له عايز تعمل يوتيوب جو اون وانا معاك وبدعمك، وفعلا كان واقف جنبه طول المشوار، كان مصاحبه يعني. كان اهم شيء عند والده هو سعاده سبيد نفسه مش اكتر. لكن الام خايفه على مستقبل ابنها مش اكتر برضه، ولكن برضه دعمته كأم في اشياء اخرى. فاللي الناس كانت بتشوفه فقط ما هو الا لقطات، ما هو الا مشاهد من حياه طويله جدا انت ما بتشوفش فيها الا لقطات. يعني انت لو شفت كام موقف وحش بالنهايات دي لقطات، انت ما تعرفش خلف الكاميرا بيعمل ايه او حياته عامله ازاي، ما تعرفش معاملته مع الناس عامله ازاي. احيانا الكاميرا بتزيف الحقيقه. سبيد اخر كلام قاله عن عائلته لشانون انه هو فعلا محظوظ بوجودهم في حياته، وده يجيبنا للجزء الثاني وهو حياه سبيد والتواصل بتاعه مع امه. سبيد اصلا بيتواصل مع امه باستمرار على فكره، ولكن برضه اللي بيغيظني اصحاب اللقطه، لانهم بياخدوا لقطات محدده وبيمنتجوها عشان المشاهدات، وفي الاخر بيوصلوا لك معلومه غلط. يعني في ستريم مشهور جدا لسبيد كان بيكلم امه بس عشان يقول لها هابي ماذر داي، ولكن لما كلمها وقال هابي ماذر داي اتقفل في وشه التليفون على طول. I just wanted to say happy Mother's Day, Mom, and I love you so much. فاصحاب اللقطه اخدوها مع كام ميوزك حزينه، وقال لك امه قفلت في وشه ومش عارف ايه، وامه بتكرهه، مامته بتحبه ومش بتكرهه، بدليل ان امه في يوم كلمته عشان تعيد عليه وقالت له كل سنه وانت طيب. طبعا سبيد كلمه وهو مبسوط عادي، يعني في ود وفي محبه وفي تواصل بينهم. ففين الكره؟ Oh, my mom's calling me right now. Happy birthday. سبيد لما امه كلمته ما قامش اتنطط وقال لك امي بتحبني وخلاص ردت عني، لا بالعكس كان بيكلمها عادي. عايز اقول لك ان في مره كمان سبيد كلمها فيها عشان يعيد عليها بمناسبه عيد الام برضه، وفعلا فتحت عليه المره دي، وهنا قال لها هابي ماذر داي عادي، وردها كان لطيف جدا. فامه ازاي بس بتكرهه؟ ده مش طبيعي ولا منطقي. حتى بالنسبه لميسي وكرهه ليه، فهو اعترف بذات نفسه انه مش بيكرهه ولا يعرف معنى الكره، بل حتى انك هتتصدم مين اللي علم سبيد ان كلمه كره كلمه عظيمه وقويه جدا وما ينفعش يقولها لحد. Chai, I know I actually don't hate nobody on this earth. My mama always told me not to hate anybody. Hate is a strong word. زي ما سمعت امه علمته ان كلمه كره كلمه قويه جدا، وانه ما يكرهش حد ابدا. فازاي اللي تعلم ابنها امر زي ده وانت تكون بتكره ابنها؟ هتقول لي طب ليه سبيد كان بينده عليها في البيت وشكله كان ضايع خالص كانه سكران، وليه بيقول لها بتكرهيني؟ هقول لك ان سبيد باليوم ده بالذات كان شايل تقريبا ضرس العقل، كان واخد بنج بيفضح اللي ما يتفضحش. All right, I'm gonna go ahead and listen to you, okay? All right.
يعني انت لو واخد بنج زي دون هتقول كلام كتير عباره عن اسرار في دماغك. فهو لما روح البيت بعد البنج اللي خده كان عمال يخطرف وبيلعب بالكوره زي العبيط، لدرجه انه اتصل بحبيبته وبدا يلخبط بالكلام معاها، وهنا فجاه بدا ينده على امه. سبيد كان بيخطرف بسبب البنج، وده بيدل على شيء مهم يا جماعه، ان سبيد مفتقد امه فقط في حياته، وده لانها بعيده عنه طبعا بسبب الانفصال، وانها اكيد متجوزه. ما فيش معلومات دقيقه هل هي منفصله عن ابوه ولا لا، لكن الواضح انها عايشه بعيد عنه، فطبيعي يخطرف ويقول كلام زي دون لانه مشتاق لها مش اكتر. والناس بعدها شافت الموضوع على ان والده سبيد بتكره ابنها. بس تعرف ايه هو اكتر شيء عجبني في الفيديو بتاع خلع الضرس بتاعه؟ هو المشهد ده. بجد والله يا جماعه سبيد واحد من انقى القلوب اللي ممكن تشوفهم في حياتك. بجد والله يا سبيد واحد بنقاء قلبك ودبطك مع الناس ومساندتك لاخواتنا. بجد اتمنى انك تخش الاسلام يوما ما. شخص طاهر وقلبك ابيض. الراجل بيخطرف بكلام شكله هو نفسه فيه اصلا. قول لي انت رايك. نيجي بقى لاخر حاجه في الليله دي كلها يا جماعه، وهي ليه والده سبيد مستاءه منه وزهرت كانها بتكرهه. معلش يعني انت لو عندك عيل زي سبيد، انت كأب عربي او انت كأم عربيه اكيد يعني بالشبشب. يعني تخيل ابنك في غرفته فاتح ستريم وحاطط نفسه في كيس زباله بالشكل دون، وجايب المكنسه وبيشفط الهواء من الكيس بالشكل دون، هتعمل فيه ايه؟ اكيد مش هتسقف له، بلاش، ممكن نقول بيلعب وهو حر، بل هنقول كمان انه يقدر يتحمل اخطاء نفسه ونسيبنا منه خالص. لكن ده مزعج جدا، يعني حط نفسه بالكيس وشفط الهواء منه، وفي الاخر راح يصرخ لامه ويقول لها اطلعي الحقيني. I'm sorry. Huh? That's enough. I know. I didn't know it was gonna do that. That's enough. Sorry. Sorry. مش طبيعي يا جماعه، امه مش بتكرهه، لكن عيشتها معاه ممكن يجيب لها حاله نفسيه، والله اعلم شكل الواد اصلا طالع لابوه. يعني امه كانت عايشه في مورستان. تخيل يا اخي ابنك يبقى زي سبيد. يا اخي ده من كام يوم راح جاب بالونه ونفخها ودخل جواها وكان عمال يصوت. طب ده عاقل؟ انا الصراحه بموت من الضحك وانا بتفرج عليه، بس اللي حواليه ممكن ما يستحملوش يا جماعه الكلام دون، بدليل انه بقى عايش مستقل لحاله، محدش هيستحمله بجد، ولا هو ولا قاي. افعاله كلها مريضه وغير سويه، وبجد انا خايف على الواد ده من افعاله جدا. Where am I at, bro? في مره هيعمل الايكونيك جامب بتاعته مش هيقوم منها تاني. عايز اقول لك ان بالمناسبه هو عملها من يومين لما دخل 40 مليون مشترك. عمل اخطر قفزه على البي سي بتاعه لدرجه انه فضل ينزل دم من فمه. طب ليه يا ابني بتعمل في نفسك كده؟ ما تفهمش. فوالله يا جماعه امه عندها حق ان هي تعيش بعيد عنهم كلهم، ولكن هي مش بتكرههم، هي فقط بعدت عن المورستان ده. حابب اقول لك بالنهايه ان السبب اللي خلاني اعمل الفيديو دون انه بيدخل لي بعض المتابعين من الانستجرام واحيانا بيشتكوا لي من معامله ابائهم معاهم، سواء الام او الاب، وبيبقوا فاكرين ان هم بيكرهوهم فعلا. فحبيت اعمل الفيديو دون عشان اقول لهم مفيش اب ولا ام بيكرهوا اولادهم. احيانا طريقتهم بتكون صعبه وفيها بعض من الاهانه، لكن مش نابعه من كره بل من محبتهم ليكم. وعاوزك تبص لحاجه مهمه جدا، سواء انت او انت لو لقيت معامله زي كده سواء من والدك والدتك، مش شرط يكون خايف عليك، ممكن انت تكون بتعمل كل شيء مظبوط على فكره، وبرده معاملته او معاملتها معاكم جافه وكانهم بيكرهوكم. بس عايز اقول لك ان ده مش كره، انا حابب اقول لك اصلا بص لحياتهم وبص شوف هم بيواجهوا ايه. ممكن احيانا معاملتهم نابعه من ضغط كبير في حياتهم، لكن مش كره. فبس دي نهايه حلقتنا. والدك والدتك انت او انت مش بيكرهوكوا. سبيد مامته بتحبه ومش بتكرهه. اصحاب اللقطه فقط هم اللي بيفهموا الناس غلط. شاوت اوت لسبيد على دعمه لاخواتنا، واتمنى له ربنا يهديه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.